السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ عاملين ايه؟ سنة جديدة وربنا يا رب يجعلها أفضل من العام اللي فات، ويا ربنا يا رب ينصر إخواننا المستضعفين في غزة، وربنا يا رب يجعل هذا العام هو عام فتح ونصر لأهلنا في غزة يا رب، وعام تحرير لنا ولإخواننا المستضعفين في غزة. المهم في فيديو عايزين نشوفه مع بعض وهنرجع نكمل تاني. بعد ما شفت الفيديو طبعا هنا احنا ده بطل من ابطال غزة، شهيد من شهداء غزة، فضل اللي هو يموت وهو ساجد، فضل اللي هو يموت وهو ساجد. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. مات وهو ساجد بين يدي الله، ومات شهيد وهو يدافع عن وطنه وأرضه وعرض المسلمين أجمعين وليس عرضه فقط. مات وهو ساجد بين يدي الله، كان إماما ومحفظا لكتاب الله سبحانه وتعالى. قد توفاه الله سبحانه وتعالى. أنا شفت الفيديو أول امبارح، ويعني الفيديو خلاني أفكر كتير إن أنا أعمل الحلقة ديت، أو الفيديو اللي أنا بتكلم فيه حاليا، الفيديو اللي هينزل إن شاء الله المهم، كم من شباب المسلمين تركوا صلاتهم وضيعوها لأجل دنيا لاهية، بل لأجل عرض من الدنيا لاهٍ. انت تخيل معي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتدبر فيه أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يعني انت العهد اللي ما بينك وما بين غير المسلم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يعني اللي بيترك الصلاة بإجماع أهل العلم والعلماء فإنه كافر. ده إجماع العلماء وإجماع أهل العلم. إيه السبب اللي مخليك تسيب الصلاة؟ أنا عايز أقول لك على حاجات كده بسيطة نتكلم فيها مع بعض. إن الصلاة، أنت أول حاجة أنت بتكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى وأنت ساجد. يعني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يعني أنت أقرب مكان ليك من ربنا سبحانه وتعالى وأنت ساجد. يعني وأنت ساجد كده ما بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ادعيه، قل يا رب، يعني ادعي ربنا سبحانه وتعالى بما شئت. ولكن انت مش بتصلي، انت عايز ده ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك. انت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى وانت مش بتصلي. يعني معنى صحيح، انت كده ده امر من اوامر ربنا سبحانه وتعالى. ايه هي؟ يعني ايه؟ يعني ناخدوها واحده واحده كده. يعني زي ما بنقولوا كده اساس الاسلام او عواميد الاسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. إقام الصلاة، تاني حاجة إقام الصلاة. يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. اللي مش بيصلي لا يقبل حجه، اللي مش بيصلي لا يقبل صومه. انت اللي مش بيصلي بيبقى خرج عن الملة. انت تخيل، يعني ادي بيت اهوت، انت البيت بتاعك مبني على عمود في النص، هو ده الاساس. جيت انت هدمت العمود هل البيت بتاعك هيتم قائم؟ لا، البيت بتاعك بيقع، البيت بتاعك هيقع كله. انت مفيش حاجه بتتقبل منك طول ما انت مش بتصلي. ده قول جمهور اهل العلم. طب ليه مش بتصلي؟ يعني ايه السبب اللي مخليك مش بتصلي؟ الصحبه. ممكن تسيب الصحبه في اوقات الصلاه. قول لهم: لا، انا طول ما انت عارف ان انت مع فلان وفلان وفلان انت مش هتصلي، لا، قول لهم: والله احنا هنتقابل بعد الصلاه، مش ساعه اوقات صلاه او بين صلوات، لا، احنا نتقابل بعد صلاه العشاء مثلا. هصلي العشاء واقابلكم، هصلي العشاء ونتقابل، وهكذا. خلي ده دايما عندك. انت لما بتسيب الصلاه انت بتهدم ركن من اركان الاسلام. انت هدمت ركن، عماد من اعمده البيت، انت وقعت عماد من اعمده البيت. طب ليه؟ اديك شايف ده شهيد، يعني ده ربنا سبحانه وتعالى اختاره وجعله يوقظ كده، يضرب في عقل الواحد كده ايه، شعله كده تضرب في دماغ الواحد، اللي هو ايه اللي خلاه اخر حاجه فكر فيها اللي هو يسجد لربنا سبحانه وتعالى.
عشان ده عاش وهو بيصلي، ده عاش وهو امام مسجد، عاش وهو محافظ قرآن. يعني سبحان الله، يعني سبحان الله. انا عايزك كده تسرع، يعني ناخد مع بعض كده دقيقتين ثلاثة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غي دوت اللي هو وادي في جهنم، يعني غي ده وادي في جهنم. طب ليه احنا أضعنا الصلوات؟ أضعنا الصلوات بسبب دنيا فانية، دنيا فانية احنا ماشيين وراها. يعني ليه أضعنا الصلوات؟ ليه سيبنا الصلوات؟ أنا عايزك كده، احنا خلاص يعني تقريبا رمضان فاضل عليه شهرين ونص بالظبط أو أقل من كده، من أقل من شهرين ونص. بص في المساجد في رمضان، وبص فيها آخر، يعني أول فجر في الفجر بتاع العيد، فجر العيد. بص في المساجد، أمر يحزن. 30 يوم أنت واقف ما بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، خاشع وتبكي وتصلي الصلوات الخمس في وقتها. يعني انت واقف 30 يوم. أليس رب رمضان هو رب السنة كلها؟ يعني رب رمضان هو مش رب السنة كلها؟ طب ليه بتسيب المسجد؟ والله والله أكتر وقت الواحد بيبقى مطمن فيه وحاسس بطمأنينة وراحة بال وسكينة وهو ساجد ما بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. انت ساجد، انت واقف بتصلي. يعني انت تخيل كده، انت 5 مرات، 5 مرات في اليوم والليلة بتروح تقف ما بين ملك الملوك. انت بتروح تقف ما بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، رايح تقف ما بين ايدين ملك الملوك الذي بيده ملكوت السماوات والارض، الذي بيده امرك كله، الذي بيده كل شيء في حياتك، يسير لك كل شيء في حياتك. تقف كده بتقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يعني انت ربنا سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات يقول للملائكة: قد حمدني عبدي الرحمن الرحيم، قد أثنى علي عبدي. يعني مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين هم اليهود والنصارى. يعني يا رب أنا مش عايز أبقى زيهم، يا رب ابعدنا عنهم، يا رب اهدنا الصراط المستقيم بعيد عنهم. طب أنت عايز توصل للصراط المستقيم إزاي؟ أنت عايز توصل للصراط المستقيم إزاي وأنت مش بتصلي؟ أنا عايز أقول لك إن يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى عندما يريد أن يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أو من كان في، يعني اللي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هيعرف إزاي؟ الملائكة هتعرفهم إزاي؟ تعرفهم الملائكة من أثر السجود. إزاي بقى أنت عايز الملائكة تعرفك وأنت مش بتصلي؟ إزاي أنت عايز الملائكة تعرفك يوم القيامة وتخرجك؟ يعني لا قدر الله لو انت مثلا حد القي في النار وهو مسلم ومش عارف ايه وجات الملائكه تخرجه، هتعرفه ازاي وهو مش بيصلي؟ فلازما كده ترتب حياتك. ستيب 1 في حياتي الصلاه. بعد كده اللي بعد الصلاه ده حاجات تانية تافهه، حاجات تافهه كلها. كل ما دون الصلاه فهو تافه، في امور الدنيا كلها تافهه. هتضيع دنيتك واخرتك. مش هتلاقي بركه في وقتك، مش هتلاقي بركه في مذاكرتك، مش هتلاقي بركه في صحبتك، مش هتلاقي بركة في زوجتك، مش هتلاقي بركة في أولادك، مش هتلاقي بركة في مالك، مش هتلاقي بركة في دنيتك عامة. مش هتلاقي طبعا. يعني أول ما يسأل عليه العبد في قبره، أول حاجة أنت هتسأل عليها في قبرك كده أول ما تخش القبر الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عملك، وإن فسدت فسد سائر عملك. أنت كده هتخش هيسألك كده على الصلاة. الصلاة بتاعتك إيه دنيتها؟ بتصلي ولا لأ؟ ملتزم في صلاتك ولا لأ؟ طيب انا دلوقتي واحد مش ملتزم في صلاتي ومش بصلي، تمام؟ يعني انت مش ملتزم في الصلاه وما بتصليش، تعمل ايه؟ في في نوعين من العلماء قال انه يكثر من الاستغفار، اللي هو واحد ما بيصليش خالص، ما كانش بيصلي وبدا يصلي، تمام. نوعين انت شوف انت الصلاه، يعني موقع الصلاه فين في حياتك. انا عايزك تنزل يعني ساعه صلاه الفجر كده، شوف المساجد عامله ازاي. والله العظيم الامر يحسن، اقسم بالله الامر يحسن. يعني احنا الواحد كان بيسمع كده ايه، الصحابه بتقيم الليل حتى تتورم قدماه ومش عارفه ايه. احنا لو كانت قصه الشهيد اللي هو في غزه اللي هو
مات وهو ساجد ديت لو كانت مكتوبه في كتب احنا ما كانش حد يصدقها. كان قال لك يا عم ده حد من الصالحين مش عارفه ايه والكلام دوت، ما كانش حد صدقها، دولت بشر احنا فين وهم فين. لا بس ديت قصه واقعيه، دي اتصورت، يعني ديت اتصورت، اتبين لك اللي هو يعني، يعني ده فعلا عاش على شيء مات عليه. انت بقى فين موقعك من الصلاه؟ انت كده فينك من صلاه الفجر؟ فينك من صلاه الفجر؟ انت فين منها؟ فين موقعك من صلاه الفجر؟ هل انت من اهل الفجر ولا لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اثقل، يعني اكتر صلاه ثقيله على المنافقين اللي هي الفجر والعشاء، يعني الصبح والعشاء، اللي هو انت كده تلاقي نفسك متكاسل فيها. وصلاة الفجر طبعا انت دوت اكتر وقت انت بتبقى ايه، نايم، وبتبقى خلاص على اخرك مستغطي، ولو حد جه صحاك انت ممكن تتعارك معاه، ممكن تعمل مشكله معاه، يا عم ده الدنيا ساقعه هصلي لما اقوم. يعني بعض اهل العلم قال ان من ترك صلاه الفجر عامدا متعمدا وهيصحى بعديها مثلا بشويه عشان يعمل يروح شغله، يروح دراسته، يروح اي شيء، يعني دوت اشد، يعني الشخص دوت الفعل اللي هو عمله دوت تركه لصلاه الفجر اشد من الزاني في ليلته والقاتل في ليلته وشارب الخمر في ليلته. طب ده ساب صلاه الفجر بس هو عامد وقاصد، ما قامش لصلاه الفجر، وما راحش صلى الفجر، وما عملش صلاه الفجر. طب ليه؟ عشان هو راح، عشان بس ايه صحى كده، راح شغله وبعديها بساعه. يعني انت الساعه ديت هتفرق معاك في حاجه؟ لما تصحى بدري ساعه وتنام بدري ساعه، هل دوت هيزعلك في حاجه؟ لا طبعا. طب ليه احنا بنعمل كده؟ يعني ليه احنا مش، يعني مثلا ايه لو انت جيت بصيت في صلاه الفجر هتلاقي خمسه سته في المساجد، خمسه سته في كل مسجد، والمعروفين خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا هم الخمسه سته دول. لو جيت سالت في مسجد اي حد من الناس الكبيره اللي قاعده في المسجد مين اللي بيصلي الفجر خلال الخمس ست سنين اللي فاتوا، مش هقول لك خلال السنه اللي فاتت، هيقول لك والله خلال الخمس سنين، خمس سنين ست سنين اللي فاتوا والله فلان وفلان وفلان، وربنا سبحانه وتعالى تولى فلان او توفى فلان، يعني فلان توفى ولسه. طب فلان وفلان وفلان موجودين؟ اه فلان وفلان وفلان موجودين. هل في شباب في صلاه الفجر؟ والله ابدا، والله المساجد مش بيبقى فيها شباب. راحوا فين؟ نايمين، سهران طول الليل على الفيس، سهران طول الليل على النت، سهران طول الليل بيتابع المواقع وهنا وهنا، ويسايب صلاه الفجر، سايب صلاه الفجر، وهيصحى بعديها بساعتين ثلاثه يروح كليته او يروح شغله او يروح، او يصحى يذاكر او الى اخره، وسايب صلاه الفجر. يعني ليه؟ ليه لما تصحى بدري ساعه بورك لامتي في بكورها، لما تصحى بدري ساعه تفطر وتظبط دنيتك وتقعد تذاكر وتروح شغلك وكده، هتلاقي في بركه في اليوم لما تصلي صلاه الفجر. صلي صلاه الفجر والظهر حاضر والعصر حاضر والمغرب حاضر والعشاء حاضر، هتلاقي راحه نفسيه على اخر اليوم كده، هتلاقي راحه نفسيه، هتلاقي كده ان انت مرتاح نفسيا، هتلاقي بدنك مرتاح، هتلاقي في بركه في جسدك، هتلاقي كل حاجه حلوه في حياتك. طب ليه احنا بنسيب صلاه الفجر؟ ليه بنسيب الصلاه عامه؟ بنهرب في امر الدنيا. الجا الى الله سبحانه وتعالى. طب كيف الجا الى الله؟ الجا الى الله بالصلاه، الجا لربنا سبحانه وتعالى بالصلاه. عايزك برضو تتذكر، خليها دايما اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يعني اقرب وقت انت قريب فيه من ربنا سبحانه وتعالى وانت ساجد، يعني دوت اقرب وقت انت قريب فيه من ربنا سبحانه وتعالى. خلي دايما ان الصلاه هي شعارك، وان ما دون الصلاه فهو امر فان، فهو امر هين، فهو امر نستطيع ان نسيطر عليه. ربنا يا رب يجعلنا واياكم من مقيم الصلاه، اللهم امين. ربنا يا رب يرحم اخواننا المستضعفين في فلسطين، ويجمعنا بهم في جنات عدن يا رب العالمين، مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا. ويجمعنا الله سبحانه وتعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر واصحابه اجمعين يا رب العالمين. السلام عليكم.